قلت حاجات كتير وناس كدبوني، حتى اخدوا كلامي بنوع من السخرية وقالوا لي الكلام اللي انت بتقوليه لا يصادقه عقل. وانا قلت ان انا هدعم كلامي بقصص حقيقية، والناس برضو ما صدقوش كلامي. كان موضوعي عن المرضى اللي بيبقوا من الجن. هتقولوا لي المرضى ده جمع كلمة مارد، على عيني وعلى راسي، بس انتوا ما تعرفوش ان المرضى دول من اشد انواع الجن، وان هم بيتدخلوا في حياة الإنسان. أيوة، ممنوع إن الجن يتدخل في حياة الإنسان، بس المرضى دول الذين يتمردون عن قبائل الجن بتوعهم ويجوا ان هم بيتدخلوا في حياة الانسان. وللعلم دول بيبقوا اقوياء جدا جدا، ومفيش في قوتهم وانتقامهم. يعني ناس مش ناس ايه، انواع من الجن اللي اختاروا ان هم يتحدوا قوانين قبيلتهم، وان هم يتدخلوا في حياة البشر، يعشقوهم ويحبوهم، ولدرجة ان هم يظهروا لهم ويخطفوهم. ودي قصص حقيقية أنا هحكيها، تابعوني في القناة. بس أنا حبيت إن أنا أوضح إن المرضى دول ربنا يغفينا ويكفيكوا شرهم، بيبقوا صعبين جدا وقوتهم فوق ما تتخيلوه. عندهم في الجن إن هم لما بيتمردوا على قوانينهم في منهم بيتسجنوا، وده على فكرة اتذكر في موضوع فيلم الإنس والجن اللي انتوا شفتوه لعادل إمام ويسرى، اللي بيتكلم عن الموضوع دوت. وطبعا حاجات كتيرة جدا فيه حقيقية وبتحصل على أرض الواقع. أنا حبيت إن أنا أوضح إن فعلا إن الجن أو الجن العاشق والمرضى بمعنى أدق إن هما بيبقوا ليهم سلطة كبيرة جدا، ومش هاممهم قوانين قبائل الجن، وحتى ممكن يتحبسوا أو ما يخافوش من أي حاجة. فما بالكم إن هما بيتحدوا قوانين الجن، فلما يخشوا في حياة البشر يعملوا إيه؟ استنوني في قصص حقيقية مرعبة حصلت جدا في السعودية. هنشد الرحال وهنطلع السعودية، تابعوني.